أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قراءات مع إبراهيم العلوش. هذه الحلقة استثنائية ومخصصة للتضامن مع الشعب السوداني في محنته مع الحرب بين الجنرالات التي نتمنى أن تنتهي بأقرب وقت، وأن يسود الحكم المدني فيها ويعود العسكر إلى ثكناتهم. نتضامن مع الشعب السوداني الذي استقبل السوريين في محنتهم التي تسبب بها عسكر الأسد ومخابراته، وقد رحب السودانيون بهم، وهذا ما لن ننساه أبدا. نتناول في هذه الحلقة من قراءات مع إبراهيم العلوش رواية سودانية تعد من أشهر الروايات العربية في القرن العشرين، والتي أثارت جدالات ونقاشات وتم تقديم مئات رسائل الدكتوراه والماجستير عنها. إنها رواية موسم الهجرة إلى الشمال للكاتب الشهير الطيب صالح. مصطفى سعيد بطل رواية موسم الهجرة إلى الشمال ينطلق من اللحظة الاستعمارية، حيث جاءت الباخرة إلى السودان تحمل السلاح وليس الخبز، والقائد العسكري البريطاني كيتشنر يخاطب الثائر محمود ود أحمد وهو مقيد أمامه: لماذا جئت إلى بلدي وتعتدي عليه؟ جنرال بريطاني يقول ذلك لسوداني يحاول تحرير بلاده من المستعمر. لكن الطفل مصطفى سعيد يذهب إلى المدرسة الإنجليزية ويتعلم فيها ويتفوق، يترك أمه ويغادر إلى القاهرة، لأن المدارس في السودان حينها لم تعد قادرة على احتواء قدراته على التعلم، وهناك يتفوق أيضا فيتم إرساله إلى بريطانيا. يتفوق مصطفى سعيد في الجامعات الإنجليزية ويؤلف الكتب ويلقي المحاضرات طوال النهار. أما في الليل فهو وزير نساء يدمن على الإغواء ويتذلل من أجل أن يقود الطريدة إلى الفراش، مستغلا الفهم الغربي لأفريقيا، حيث يقول: أن تولد قرب خط الاستواء فأنت عبد أو إله سحري. فاستغل كل أدوات الفن والسحر الأفريقي في غزوته. مصطفى سعيد يعتنق عقيدة الغزو المضاد، فإذا كان الإنجليز قد غزوا بلاده فهو يغزو نساء الإنجليز بفحولته، معتبرا أن رغبته الجنسية هي المعادل المعاكس للغزو وطريق ثأرية، إلى حد أنه كان في بعض الأحيان على علاقة مع 5 نساء في وقت واحد، وينتحل أسماء وأفكار مزيفة، ويستعمل البخور والرموز الأفريقية من أجل الإدهاش وجر النساء إلى الفراش. طربنا في شبابنا هذا الانتقام عندما قرأنا الرواية، واعتبرناها فحولة شرقية تغزو الغرب، وكانت الكتابة عن الجنس في الرواية العربية شبه محدودة. لكن مع موسم الهجرة إلى الشمال صار الجنس يحمل بعدا ثوريا، وأعاد لنا تراث الكتب العربية القديمة التي تتحدث عن الجنس بكل صراحة. ولم يقتصر الجنس في الرواية على الإنجليزيات، فشخصية بنت المجذوب تصور حياتها الجنسية بكل لذة ووضوح، وتتذكر أحد أزواجها الذي مات مبكرا بسبب كثرة ممارسة الجنس معها. لكن مسيرة الجنس الخلابة سرعان ما أوقعت مصطفى سعيد بين يدي جين موريس التي تنوس بين الحب والعهر والإجرام، وتستغل تعلقه بها وتمنعه من ممارسة الجنس معها، حتى بعد أن تزوجها، مما يجعل العلاقة معها تنتهي بقتلها بعد أن انتحرت 3 نساء قبلها بسبب خداعه لهن. وبعد السجن 7 سنوات يعود مصطفى سعيد إلى السودان ويعيش في قرية نائية، ويتزوج حسنة بنت محمود، ويعمل مزارعا مع محجوب رئيس فرع الحزب الحاكم في القرية، ويتعرف على الراوي الذي يحكي لنا الحكاية بكل تفاصيلها بعد أن فاض النيل، وأخذ معه مصطفى سعيد تاركا زوجته وولدين وكومة من الكتب والصور والمذكرات التي تصور فحولته التي ركلته إلى الضياع. حسنة ترفض ود الرئيس العجوز الذي يصر على امتلاكها،
فقد تغيرت حسنة من امرأة قروية بسيطة إلى امرأة متمدنة نتيجة عيشها مع مصطفى سعيد، حتى أنها تجرؤ على الاختيار وتطلب الزواج من الراوي الذي بدوره كان قد درس في بريطانيا ويحمل نفس سوية شهادات مصطفى سعيد، لكنه لم يمتلك نفس قدرات مصطفى سعيد على المغامرة، إذ يتخاذل في الدفاع عن حسنة عندما أطبق عليها أهلها وزوجوها من ولد الرئيس الذي رفضت أن تسلم جسدها له وقتلته بعد 14 يوما من زواجها إثر محاولته اغتصابها بوحشية وانتحرت. يقول أحد الإنجليز للراوي: لقد ضاعت أهدافنا من استعماركم، لم تتعلموا شيئا، فأنتم تتعاملون مع الأحلام والرغبات وليس مع الوقائع والأرقام. تطلبون الوحدة العربية ككنز سحري وليس كسعي علمي وجدي، وهكذا تحلمون بالتطور والتقدم وغيره وغيره. ويقول القاضي لمصطفى سعيد: إنك أهدرت قواك العقلية التي وهبها الله لك في الكراهية وانعدام الحب. وقال آخر: بعد كل التعليم الذي تلقيته يا سيد مصطفى، فإنك تتصرف كأنك خرجت اليوم من الغابة. ولكن في الرواية شخصيات إنجليزية إيجابية مثل عائلة روبنسون التي غمرت مصطفى سعيد بالحب وشجعته على التعلم وغفرت له أخطاءه، لأنهم يحبون الشر ويجدون فيه أبعاد الإنسانية جديرة بالاحترام. مصطفى سعيد فشل بغزو بريطانيا بفعولته، وفشل الراوي المثقف في تلقي الحب من حسنة والمبادرة في البناء والدفاع عن العائلة التي كلفه مصطفى سعيد بتبنيها، حيث نجده يقوم برحلة في الصحراء لا مبرر لها إلا التغطية على هروبه وتخاذله. ولكن محجوب ما يزال يعمل مع غيره من الفلاحين وأبناء البلد، وجده ما يزال محبا للحياة التي تستمر رغم المصائب والجفاف واستبداد الحكام. والنيل لم يلتهم الراوي الذي حاول الانتحار مثل ما التهم مصطفى سعيد، فقد أعطاه فرصة جديدة ليثبت قدرة الأجيال والمثقفين على التجذر في مجتمعاتهم. رواية موسم الهجرة إلى الشمال تثير الكثير من الأسئلة والخلافات، ويرفضها المتطرفون من الطرفين: الطرف المنغلق على التراث بكل حسناته وسيئاته، ويرفضها الطرف المتفاني في تبني كل ما يصدر عن الغرب، حتى جرثومة العنف التي بثها في العالم وأنتج الحروب القاتلة والوحشية طوال 1000 عام، كما يقول مصطفى سعيد أثناء غزوه الكاريكاتوري للغرب. المثقف في بلادنا ما يزال إلى اليوم عدميا بكل أسف، غير قادر على الاندماج في المجتمع والتفاعل معه، فمن يتعلم حتى يشعر بالتكبر على شعبه. فمصطفى سعيد لم يكلف نفسه يوما حتى بزيارة أمه التي ربته يتيما. انظروا إلى العسكر الذين يدمرون بلدانهم بعدما تعلموا وصاروا جنرالات. انظروا إلى رجال الدين كيف يحتقرون مجتمعاتهم وهم يصفونها بالكفر. فسيد قطب مثل مصطفى سعيد درس في الغرب أيضا، ولكنه وطد جرثومة العنف والتكفير التي نعاني منها مع التنظيمات الدينية المتطرفة. ومع هيمنة العسكر لا نحصل إلا على الضياع. إنهم يدمرون كل شيء وبقسوة لا تقل عن قسوة المستعمرين الأوروبيين في القرون السابقة، رغم أنهم أبناء بلدنا ودرسوا في مدارسنا واشترينا القذائف التي يقصفوننا بها من جيوبنا. تقارن رواية موسم الهجرة إلى الشمال مع مسرحية عطيل لشكسبير ومع رواية الغريب لألبير كامو، اللتان تعالجان علاقة مع الغرب، ويفشل أبطالها مثلما فشل مصطفى سعيد في هذه الرواية، ولكنه كان رجلا واضحا وجريئا ويستحق أن نتأمل في حياته وفي خيباته. لا يخفى الأثر الحكائي والإذاعي عن الرواية في طريقة السرد منذ بدايتها، فالمؤلف قضى جزءا من حياته
مذيعا في إذاعة BBC العربية هنا لندن. تستحق رواية الطيب صالح أن رفعت الجوائز الأدبية، وتستحق من الأجيال الجديدة إعادة قراءتها وتأويلها، خاصة بعد التفاعل الكبير بين الغرب والشرق بفضل تكنولوجيا الاتصالات الحديثة. وتحية مرة أخرى للسودان والشعب السوداني الذي نتمنى له السلام والحكم الرشيد. أرجو أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. ننتظر آراءكم ومقترحاتكم واشتراكاتكم في القناة، وننتظر لقاءكم دائما في قراءات مع إبراهيم العلوش.